شوكولاته ب 9500 جنيه، ده ازاي؟ لا طبعا 9500 جنيه بس، هلقتينا والله. لا طبعا اسعارنا مش بتوصل للدرجه دي خالص، وهقول لكم سعر كام حاجه وانتوا احكموا. طمنتنا يا كابتن. مثلا بار الجينزي اللي هو بيكون مليان كاندي ومارشميلو كده، اي بار وسط عموما عندنا سعرهم 3500 جنيه، فشختنا يا كابتن. الا لو كان محشي حشوه احمد الزامل، عشان دي احنا الوحيدين اللي بنعملها في مصر، مين احمد الزامل؟ الدكتور السنان بتاعكم؟ لكن البار الكبير اللي وزنه ربع كيلو ده سعره 7950. حضرتك دي شوكولاته 7950، 8000 جنيه بار شوكولاته ب 8000 جنيه ربع كيلو؟ دي شوكولاته ممنوعات يعني؟ تكونش شوكولاتة. صلاة النبي أحسن. ونفس الكلام حشوه احمد الزامل سعرها بيكون مختلف. مين احمد الزامل؟ مين احمد الزامل؟ انا عايز اعرف مين بجد والله. اللي ما جربتوهاش لازم تجربوها، خصوصا لو بتحبوا طعم الهوهوز او الجاتوه بالشوكليت. الهوهوز ب 10 جنيه، 15 ب 20، الحجم الكبير بتاعه الجديد يعني ب 35 جنيه. ايه الرقم اللي انت كاتباه ده؟ الكاستمايز بالاسم هي فعلا اللي ممكن تبقى غاليه شويه، لان بتاخد تعب كتير قوي وشغل. البار اللي بالاسم سعره 6800، وطبعا بتختار الاسم واي حاجه بتتحط 6800 واختار الاسم؟ طب والله العروض حلوه اهو، امال الناس زعلانه ليه؟ طيب يعني انا شايف عرض مناسب جدا، حتى 6800 هيتكتب اسمي على، ربنا يهدي. عليه. مش هقدر احط المنيو كله في فيديو واحد، في حاجات تانية. لا ما تحطيش المنيو، ما تحطيش المنيو، احنا خلاص احنا فهمنا اللي احنا محتاجينه. ما تحطيش المنيو، احنا جايين لك على طول باذن الله. حط لنا العنوان، حط العنوان عشان اجمع الشباب ونجيلك باذن الله. كتير وهدايا، لو حابين تعرفوا اسعارها ابعتوا لنا وهنبعت لكم الاسعار كلها. لا احنا مخصمينك، مش هنبعت لك حاجه.